ويسعدني ان يكون معايا صاحبة السعادة مدخلة البهجة على القلوب، يعني اللي دايما بتسعد جمهورها بأعمالها الجميلة، الأستاذة إسعاد يونس. بقول لحضرتك مليون مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك واهلا بيكم في رينيسانس مدينتي، سعداء باستضافتكم جميعا. احنا أسعد يا فندم، وده أول ليلة عرض تاني ليلة عرض. تاني ليلة عرض بعد عرض الفيلم في المملكة العربية السعودية. لا، هو نزلنا في نفس الميعاد كلنا. في نفس الميعاد. جميل. يعني النهارده اول ليله عرض في السعوديه، الخميس اول ليله عرض في السعوديه. احنا بنبتدي الاسبوع بتاعنا في يوم الاربعاء. جميل. يعني احساسك ايه بقى بالمولود الجديد ده والفكره اللي تحمست لها وحبيتي ان انت تعمليها؟ انا يعني متوكله على الله، ومتمنيه ان احنا ننجح وان احنا ناخد نصيبنا من النجاح بعد ما قدمنا كل اللي عندنا، ويعني عملنا اللي علينا جدا كلنا. وبتمنى ان احنا ربنا يكرمنا والفيلم ينجح مع الناس وتحبه كده ان شاء الله. عظيمه، وهي اسم على مسمى. بتقدمي نموذج من ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الهمم. بتقدميه بشكل راقي وبشكل محترم جدا، بيقول للناس ان الفئه دي يا جماعه تتشال على الراس، مش كده؟ طبعا عشرتهم كتير وكلنا فاهمين الكلام ده على فكره. يعني مفيش حد مش فاهم انه اصحاب الهمم او ذوي الهمم ارقى مننا احنا بكتير قوي، شايفين الدنيا احسن مننا بكتير قوي، فده طبيعي يعني. الزعيم عادل امام قدم برضو نفس الكاركتر ده في امير الظلام، وانت قدمتي صاحبة السعادة وهو قدم صاحب السعادة. ده فيلمنا في الشركة العربية قاهر الظلام. وطبعا هو صاحب السعادة على طول، هو طول عمره صاحب السعادة. اشتغلتوا مع بعض طبعا أعمال كتير، لنا 7-8 أفلام. اختيار النجوم بقى معاكي محمد محمود ورنا رئيس وفرح الزاهد والمجموعة كلها، كله كان بالتشاور بيننا وبين بعض على فكرة. كلنا نقينا بعض، ما عندناش يعني. طبعا رأي وائل إحسان هو القائد والزعيم في المسألة دي يعني، لكن في الآخر احنا اجتمعنا كلنا مع بعض ويمكن نقينا بعض كمان، حبينا بعض. عندك أنا عارف أكتر من عمل الفترة اللي جاية تلفزيوني، مش كده؟ عندي عندي الجزء الثاني من كامل العدد إن شاء الله في رمضان، وعندي مسلسل تيتا زوزو ده بعد رمضان إن شاء الله، وحلقات صاحبة السعادة مستمرين في تصويرها. وبعد العيد على طول هنبتدي تصوير البايب لاين اللي احنا انتاجيا اتفقنا عليه احنا وشركائنا موفي ستوديوز. ان شاء الله دايما بالتوفيق. وطبعا كل جمهورك في العراق بيعشقك، تحبي تقول لهم ايه من خلال شاشة الشرقية؟ يعني انتوا في العين والقلب، ما احنا مش محتاجين نجامل بعض، احنا كلنا روح واحدة وحالة واحدة وعايزين نشوفكم عندنا بقى ونجيلكم احنا والحركات دي يعني. ان شاء الله تكوني على رأس المكرمين في مهرجان فني كبير في العراق. ان شاء الله.